السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر. معاكم ربيع المالكي. معانا عرض 3 فدادين ب1,200,000. ده حضراتكم استراحة للمالك، ده عنبر للمواشي، حوالي نص فدان برسيم حجازي، قطعة أرض فوق الممتاز، تربة زي العسل، زراعين زيتون عمر 6 شهور، زراعين محاصيل، ذرة في الأرض، وبجهزه للمانجا. 3 فدادين ملك نهائي، معلاش حاجة للدولة، فيها طاقة شمسية 3 كيلو، مقضية 3 فدادين، فيها كهرباء ممارسة في الاستراحة. جنب ده كله مزروع زيتون، أرض على طريق رئيسية، 4 كيلو من الأسفلت، 12 كيلو من طريق مصر اسكندرية الصحراوي. أرض ملك نهائي، معلاش حاجة للدولة. الجنب ده كان طبعا زراعين زيتون بزراعة محاصيل، والجنب ده طبعا زراعين برسيم، وبجهزه هنا لزراعة تانية. الجنب ده رشات، جايبين شتة مانجا، هيزرعوها هنا، خمسوها في زيتون يعني. أرض فيها شبكة رئيسية، أرض مش محتاجة أي مصاريف، تربة بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. دي حضراتكم طاقة شمسية شغالة فدان ونص فتحة، والفدان ونص ده فتحة، يعني طاقة شمسية مقضية المية بسم الله ما شاء الله. بيجهزوا طبعا زراعة الذرة أو محاصيل، طبعا لسه بيخمروا في الأرض، هيزرعوا محاصيل. أرض طبعا واخدة طول، هي بصراحة تربة فوق الممتاز. بجهزوا لشهر 10 للغلة، برسيم بلدي، وهنا طبعا محاصيل. مكان قريب من الأسفلت، 5 كيلو، 12 كيلو مسحرة زي ما قلنا لحضراتكم. أرض ملك نهائي، محافظة البحيرة. أرض مش محتاجة أي مصاريف، فيها شبكتها، طاقة شمسية، كهرباء. على طريقين، طريق رئيسي، طريق فرعي. آخرنا السور ده 3 فدادين ملك نهائي. هنا بصراحة تربة فوق الممتاز،
تزرع جميع الحلويات، فاكهة، الموالح، زين في أول فدان زيتون، جميع مانجا يكملوا بيه بقية الأرض. وهنا طبعا لو عندك منتج حيواني حبيت تعمل معاك هنا رشاشات، ومجهزين طبعا زراعة البرسيم والغلة، فدان ونص له. ثلاث فدادين، عرض فوق الممتاز ب1,200,000. إن شاء الله ربنا يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.